بصي بصراحة هو مفيش حد مش بيغلط، يعني لو كان الغلط بطولة كان زماننا كلنا أخدنا دهب. بس هقولك على حاجة، عمر ما حد اتغير ولا اتقدم في حياته غير لما بطل يتعامل مع الغلط على إنه كارثة وبدأ يشوفه على إنه درس قاسي شوية بس مهم. لو انتي برضو بتجلدي نفسك أو كل لما تغلطي بتسمعي صوت من جواكي بيقعد يزعق، فالفيديو ده معمول علشانك. احنا بنخاف من الغلط لان من واحنا صغيرين اتربينا ان الغلط فضيحة، الغلط فشل. بس الحقيقة مفيش انسان اتبنى او اتطور من غير ما يغلط 200 مرة قبل النجاح. فالمشكلة مش في الغلط، المشكلة في القصة اللي بنحكيها لنفسنا بعد الغلط. انا فاشلة، مفيش فايدة، انا دايما ببوظ كل حاجة، مع ان الحاجة الوحيدة اللي بيقولها الغلط جربي تاني بس بشكل مختلف. ومش كل غلط شبه التاني، غلطاتنا كلها عبارة عن 3 انواع. في غلط اسمه غلط الخبرة، ده اللي بيحصل وانتي لسه بتتعلمي، زي أول مرة تسوقي أو أول سنة شغل. الغلط هنا طبيعي جدا وبيعلم بسرعة. في كمان غلط الاختيار، ده اللي بنعمله واحنا عارفين انه غلط بس بنختار نعمله، زي انك تردي على حد ما يستاهلش او تسكتي على حاجة وانت جواكي بتصوتي، وده بيعلمك حدودك. في كمان غلط الضغط، وقت ما تبقي مجهدة متوترة ومخك مش معاكي، وده اكتر نوع لازم تتسامحي مع نفسك فيه بسرعة لانك كنتي تحت حمل نفسي مش عادي. فلو عرفتي نوع الغلط هتعرفي تتعاملي معاه ازاي. نيجي للجزء المهم، ازاي اتصالح مع الغلط، اعمل ايه بعد الغلط. اهم حاجة انك تعترفي بيه من غير ما تعاقبي نفسك، بلاش دراما، قولي ايوه غلطت تمام نكمل بقى. اسألي نفسك سؤالين بس، اتعلمت ايه والمرة الجاية هعمل ايه، وخلاص سيبي الموضوع. وسامحي نفسك زي ما بتسامحي صاحبتك. لو صاحبتك غلطت هتعاقبيها 3 ايام؟ اكيد لا. طب ليه بتعملي كده مع نفسك؟ وعشان تظبطي الدنيا شوية امسحي اثر الغلط بخطوة صغيرة، اعتذار، توضيح، كتابة، خطوة تصليح بسيطة. وكوني متأكدة ان غلطاتك جزء من شخصيتك مش عيب فيها. كل غلطة عدت شكلت نسخة اقوى منك. الغلطات اللي وجعتك هي اللي علمتك الحدود، اللي زعلتك علمتك قيمة نفسك، واللي حطمك شوية علمتك انك اقوى مما كنت فاكرة. الغلط مش بيقلل منك، الغلط بيعرفك نفسك. وقبل ما تقفلي الفيديو، فاكرة اخر غلطة وجعتك؟ حطي ايدك على قلبك وافتكري انت كبرتي بعدها ولا لا. لو يبقى ما كانتش غلطة، كانت خطوة، وكل خطوة بتقربك للنسخة اللي نفسك تكونيها. لو عجبتك الحلقة ما تنسيش تعملي لايك وتقولي تحت في الكومنتات اكبر درس اتعلمتيه بعد غلطة. وبس كده، اشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.